في بعض الأمهات بيستخدموا الكينا كومب أو كوادريديرم أو فيوسيكورت، الحاجات التي تحتوي على الكورتيزون على لما الطفل بيكون عنده التهاب في منطقة الحفاض. طب ده خطر جدا جدا، ليه؟ لأن الكورتيزون بيعمل سيننج أو ترقيق في الجلد، فبالتالي بيؤدي إن المناعة بتاعت الجلد بتقل. هيبقى الطفل عرضة أكتر لأن هو يحصل له التهاب وعدوى فطرية وعدوى بكتيرية. طيب العمل ايه؟ ان احنا نستخدم حاجة تحتوي على الزنك زي الانواع دي. انا نفسي كنت بستخدم سانوسان وده كان ممتاز جدا. ممكن تجربي اي نوع سواء اجنبي او مصري حسب راحتك، او اللي تلاقيه يجيب نتيجة معاكي. بيحتوي على الزنك، بيحتوي على ممكن زيت الزيتون، او اهم حاجة ان انتي تعملي الحاجات دي لما تيجي تغيري للطفل. اول حاجة ان انتي بعد ما تغسلي للطفل، وانا باكد ان انا ما بحبش الوايبس نهائي، الوايبس بتعمل التهابات. طب احنا بره البيت نشفي كويس جدا بعد استخدام الوايبس اللي هي نوع الميه. ما تستخدميش اي وايبس للاطفال، استخدمي النوع اللي بيحتوي على معظمه على الميه، ونشفي كويس. بعد كده تبدأي تحطي الكريم اللي فيه الزنك ده، بيعمل طبقة عازلة للطفل، وبعد كده تلبسي الحفاض. طيب اختيار الحفاض بيتم على اساس ايه؟ اول حاجة ان انت على الاساس المقاس على حسب سن الطفل ووزنه. تاني حاجة ان النوع بتاع الحفاض انت اللي هتحدديه باستخدامك. في انواع ممكن تهيج الجلد عند الطفل فتسبب حساسية وتسبب له التهاب، وفي انواع تانية هتلاقيها كويسة مع الطفل، ولما تستخدميها لمدى بعيد هتلاقيها ان هي كويسة. طيب احنا لازم نغير الحفاض بعد كل مرة بسرعة، وما تسيبيش الطفل يقعد عامل مدة طويلة، علشان هو ده اللي بيسبب مشكلة وبيسبب التهاب في الحفاض.